السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد النجار محاضر اللغة الألمانية. يا جماعة النهاردة في درس مهم جدا للناس اللي هي بتدرس لغة ألمانية. الناس اللي بتتجاهل مشكلة اسمها الجينيتيف، مشكلة اسمها الجينيتيف أو إيه أو الإضافة. النهاردة هنعرف يعني إيه جينيتيف. النهاردة هنفهم يعني إيه جينيتيف. مشكلة كبيرة بيتجاهلها كثير من الناس، بتسبب لهم فشل في المحادثة، بتسبب لهم تخبط في تكوين الجملة. الدرس ده النهاردة هيحل لك المشكلة دي تماما. خلي بالك من الدرس ده جدا، وجهز فنجان القهوة بتاعك، وجهز الايه النسكافيه بتاعك بتاع كل درس. خلي بالك، عايز اقول دلوقتي ايه؟ عايز اقول سيارة المدرس. عايز اقول سيارة المدرس تيجي ازاي؟ تركب ازاي دي يا جماعة؟ سيارة يعني ايه؟ يعني داس اوتو. سيارة يعني داس اوتو، تمام. طيب والمدرس يعني ايه؟ لير. المدرس يعني لير، تمام. طيب فين قال اللي هنا بقى؟ دي سيارة المدرس. سيارة المدرس. موضوعنا النهاردة نضيف شيء لشيء او شيء لايه لشخص. ازاي؟ هنشوف. تمام، انا بجيب سيارة الاول هنا وبعد كده المدرس، تمام. طيب ايه اللي يتحط بين الاسمين؟ ايه اللي يتحط بين اولا لازم اشوف الاداة بتاعت ليرر ايه. طيب اداة ليرر ايه يا خالد؟ اداتها دير، تمام. طب ايه اللي هيحصل؟ طيب واوتو اداتها ايه؟ اداتها ضاس، مالناش دعوه بيها عشان دي في الايه في النوميناتيف، لكن دي انا هحطها في الجينيتيف. الايه الجينيتيف موضوعنا النهارده. ايه اللي هيحصل بقى؟ تمام، يبقى دير هتبقى في الجينيتيف، هتبقى ايه؟ ديس. ديس. طيب قبل ما اسيبها، قبل ما اخلص كلامي، احط اس في نهايه الايه الاسم. هتبقى ايه بقى يا خالد؟ das Auto des Lehrers. das Auto des Lehrers يعني ايه بقى؟ بقت ايه؟ سيارة الايه المدرس. ازاي اضيف شيء لايه لاسم؟ ازاي اضيف اسم الاسم؟ ده موضوعنا النهارده. طب ممكن اقول سيارة مدرسي؟ نعم ممكن اقول سيارة مدرسي. ازاي؟ اخد اخر حرفين من الديس دي والزقها في ماين، هتبقى ايه؟ ماينس. واسيب الكلام ده على كده؟ لا، برضو قبل ما اسيب ريرر احط ايه؟ حرف الاس. وهقول بعد كده امتى اس وامتى ايه اس. تمام. في ايه يا خالد النهارده؟ الجينيتيف. طيب وايه التالتة دي؟ خلي بالكم، لعبة جميلة والله، لعبة جميلة جدا. ايه هي الجينيتيف ده يا جماعة؟ ما حدش يتضايق منه، ما حدش ايه يديله فرصة ان هو يغيظه. سيارة احد المدرسين. das Auto eines Lehrers. الله، يبقى دي كلها ارتكل، كل دي اداة. الاداة بتبقى في ايه؟ في الجينيتيف. الاداة في الجينيتيف. اشوف اداة الاسم ده ايه؟ اداتها دي تتحول الى ايه؟ الى ديس، واحط اس في نهاية الاسم. تمام. امتى؟ اذا كان الاسم اكتر من مقطع. هنشوف الكلام ده. ممكن اقول سيارة مدرسي، ماينس ليررز. ممكن اقول سيارة احد المدرسين، ممكن اقول اينس. يعني إيه؟ نهاية الديس اللي هي الاي اس تكون لاحقة بعد كل ارتكل. بعد كل ايه ارتكل. يبقى نهايات الادوات في الجينيتيف توضع مع الملكيه وتوضع مع الايه النكره. يبقى das Auto des Lehrers سياره المدرس. das Auto meines Lehrers سياره مدرسي. das Auto eines Lehrers سياره احد الايه المدرسين. في ناس بتشتكي كتير جدا جدا من الجينيتيف. اهو الحل النهارده، الخلاصه بتاعت الايه الجينيتيف. تمام. طب عايز اقول صيغه الام المؤنث. اهو المؤنث خدنا المذكر. اقول ايه بقى؟ اشوف موتر اداتها ايه؟ اشوف موتر اداتها ايه؟ موتر اداتها دي، تمام. تتحول لايه في الجينيتيف؟ سياره الام. دي تتحول الى ايه؟ الى دير، وما اضيفش اس او ايه او اس. طب عايز اقول سياره والدتي، اقول ايه؟ das Auto meiner Mutter. das Auto meiner Mutter. نهايات الادوات تاخذ نهايه الايه الارتكل في الجينيتيف. في الايه طب عايز اقول سياره احد الامهات. طيب احنا قصاد حضانه هنا دلوقتي، وفي سياره، في عربيه، بتاعت مين دي يا جماعه؟ لا، دي das Auto einer ايه موتر. سياره ايه احد الايه الامهات. تمام، جميل جدا. يبقى دلوقتي مفيش اس ولا اي اس. مفيش اس ولا اي اس. تمام. يبقى دلوقتي خدنا الجينيتيف مع المؤنث، وخدنا الجينيتيف مع الايه المذكر. طب عايز اشوف الجينيتيف مع المحايد، يعني اضيف اسم لاسم محايد. ازاي؟ عايز اقول دلوقتي ايه؟ غرفة
طفل. فين يا خالد المحايد هنا؟ المحايد اهو. اداة ايش عرفني ان هو محايد؟ اداته دس. تمام. طب ازاي اعرب الاداة دس في الجينيتيف؟ هتبقى ديس برضو، هتبقى ديس. وقبل ما اسيب كند اضيف لها اي اس. طب ليه ضفنا اي اس يا خالد ما ضفناش اس؟ عشان كند تنطق على مرة واحدة، او مكونة من 4 حروف. بقلاوة والله يا جماعة اللي انا بسمعه منكم ده. جميل يا فاطمة، يا عمر، يا احمد، يا يوسف، يا مصطفى، ممتازين جدا. ده ست سمر. طب عايز اقول حجرة ابني، اقول ايه؟ ده ست سمر ماينس كندس. الله، ده ايه الالماني ده؟ طلع سهل وجميل جدا وانترسانت كمان ممتع. طب عايز اقول سيارة احد الاطفال، ده ست سمر اينس كندس. ده ست سمر اينس كندس. يبقى ده تتحول لديس واضافه اس او اي اس. فين؟ في النوميناتيف ولا الاكوزاتيف ولا الجينيتيف؟ لا، في الجينيتيف. يعني ايه جينيتيف يا خالد؟ يعني الاضافه. تمام. طيب نيجي بقى لايه؟ الجمع في الجينيتيف. ازاي اجيب مثال؟ عايز اقول اتوبيس الاولاد او اتوبيس الاطفال او حافله الاطفال. اعمل ايه؟ اجيب حافله هنا الاول. خلي بالكم الترتيب عشان هو ده اللي بيلخبط. حافله بالعربي اهي، اجيبها في الاول. ده بوس كيندا، ده بوس كيندا. اعمل ايه هنا؟ طيب كيندر اداته ايه؟ اداته دي. هتتحول الى ايه؟ هتتحول الى دير. في ايه؟ في الاكوزاتيف ولا الجينيتيف؟ لا يا خالد خلي بالك، انت بتشرح النهارده الجينيتيف. يبقى دي بتاعت الجمع في الداتيف تتحول الى دير. تمام. عايز اقول ايه؟ اتوبيس اولادي. ده بوس ماينا كيندر. ده بوس ماينا كيندر. تمام، جميل جدا. يبقى لاحظنا ان احنا لا يتم اضافه اس او اس عشان ده جمع. يبقى الجمع في الجينيتيف اللي هو اداته دي تتحول الى دير. ونهايه الادوات تاخذها برضو في في الجينيتيف. الدير ار اخرها توضع في نهايه اي اداه سواء ملكيه او نكره في في الجينيتيف. تمام، جميل جدا. طيب اعراب الاداه بقى في حاله الجنيف عشان نخلص في الموضوع ده كده وخلاصه نبقى مدرسين واساتذه فيه. ازاي اعراب الاداه في حاله الجنيف؟ اولا اداه المذكر دير، واداه المحايد دس، واداه المؤنث دي، واداه الجمع دي. تاني يبقى دي ماسكولين داس نويترال، دي الفيمينين، الدي البلورال، دي المذكر، دس المحايد، دي المؤنث، دي الجمع. تمام. طب اجعرب يعني ايه؟ اجعرب يعني ايه؟ ده ايه الكلام اللي يخض ده؟ ايه ده؟ واحنا عندنا اعراب في الالماني يا خالد؟ عندنا اعراب اللي احنا شفناه دلوقتي. الدير تتحول الى ديس واضافه اس او اي اس زي ما شفنا. زي مش سياره المدرس قلنا das Auto des Lehrers عشان ليرر متكون من مقطع واحد. طب امتى اس اذا كانت الاس اذا كانت تكون من اكثر من من مقطع؟ طب امتى اس لو كانت صغيره؟ ما حبوش هم يطولوا في الموضوع. طيب الداس تتحول الى الى ديس. وبرضو او كمان ده الحلاوه دي؟ اس او اس. طب دي تتحول الى تتحول الى دير. طب في اس او اس؟ لا. طب ودي الجامعه تتحول الى الى دير. وما فيش اس او اس تاني. يبقى اعراب الاداه في حاله الجينيتيف الدير مهمه جدا يا جماعه، القاعده دي جدا. دير ديس اس اي اس داس ديس اس اي اس دي دير. ما فيش كاينه دي دير. تمام. الجمع تتحول اداته الى الى دير في جيم. طيب السؤال بقى اللي هو تعبني، امتى اضيف اس او اي اس في الجينيتيف؟ والله وفهمناك يا حاج جينيتيف، والله وبقتش صعب علينا يا جينيتيف. امتى اضيف الاس او الاي اس في الجينيتيف؟ الاي اس او الاس لو كانت الكلمه تنطق على مره واحده اضيف اي اس. خلاص خلصت. زي كند، زي من الرجل، كند الطفل. طيب امتى بقى اضيف اس لو كانت الكلمه تنطق على مرتين؟ فا تر فا ادي مقطع، تر مقطع تاني، فا تر فا تر. يبقى اقول بقى في الجنتيف؟ فا ترس. تمام، جميل جدا. زي كولي ديسكندس ألم الطفل. كولي ديسكن 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 ديس. تمام. وايه تاني يا خالد للاي اس؟ امتى ضفنا اس؟ امتى تاني بقى الاس؟ امتى اضيف اس؟ اوتو ديسفا تغس فا تغس اوتو سيارة المدرس. كوليدس كندس قلم الاطفال. ده شيء جميل جدا جدا جدا. دي اهم حاجة يا جماعة اللي هو اعراب الاداة في حالة
الجينيتيف نركز عليها جدا 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 ونحفظها، يعني مش عايزين نستهتر بيها. القاعدة دي مهمة جدا لان هي بتخليني لما اجي اضيف شيء لشيء بقى انا بتعقد وبتلخبط. تمام، هي القاعده قدامك كده، وامتى اس وامتى اي اس عرفناها ان شاء الله. وما تنسوش يا جماعه تعيدوا على الفيديوهات تاني وتالت قبل ما ندخل على اينسيتسفاي، لان احنا قربنا خلاص. ممكن الحلقه اللي جايه على طول. كله يشد حيله يا جماعه، كله يشد حيله. ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش لايك وشير. ده كان معاكم خالد النجار. تشوس.